عطنا لايك يا اخي، عطونا لايك يا اخي، عطنا لايك، عطنا لايك. مش منطق يا اخوان، ترى ما هي بشهاده. انا والله العظيم ما معصب لي المقعد اشوف يا اخي. عطونا لايك يا اخي. السلام عليكم، وشلونكم؟ ورجعت لكم بفيديو جديد وياكم يزن. اتمنى منكم انه ما تقدمون الفيديو. اعتذر منكم لان حكيت عن التيك توك. لان شنو حكيت عن التيك توك؟ لان يعني شلون افهمكم؟ لان انا محتاج مايك. اذا اجيب مايك راح تشوفون محتوى متغير، يعني ما ابقى على التيك توك، واحتمال انسى التيك توك بعد ما احكي عنه. بس البعض يقولون انت تريد مشاهدات وتريد تصعد قناتك لأن تحكي عن التيك توك. لا، لو أريد مشاهدات وكذا حكيت عن المشاهير اليوتيوبرية كلها، وجبت وسبيت وغلطت وأهانت. بس أنا ما أريد الشهرة اللي تجيني من ورا سب وأهانة وشتم والناس ما مفتهمة مني. لا، أريد الناس تفتهم مني وتحبني أكثر وأكثر. الشخص إذا حبك من كلامك بالفيديو وطريقة حكيك بالفيديو فالناس حبتك، فأني أتمنى تحبوني. ويلا نبلش بالفيديو. طبيت مطعم علوان، قال لي تفضل يا تعبان، اقدم لك باذنجان، تريده محشي تريده طرشي تريده بالدهن يمشي. هذا قلد نارو. يعني شنو السبب اللي يخليك تقلد بنية، وبنية اسمها نارو، وهاي نارو تسوي تطلع لسانها زيادة. هي لسانها ما بيشي، هي حكيها طبيعي بالبثوث، تتكلم طبيعي شي عادي، لكن بالليل لازم تكسب الناس، لازم تطلع لسانها، لازم شوية تشيل الحجاب، لازم شوية جسمها يطلع على مود تكسب الناس، محبة الناس. هي كان إذا ما كسبت محبة الناس هي شلون تكسبهم؟ يلا فهمون، يلا. فأنت حبيبي اللي جاي تسوي هذا الفيديو تقلد نارو، ولك هواي فيديوهات، لكن أنا جبت هذا لأن هذا ترند جديد، وإحنا العراقيين أي شيء يطلع قدامنا ترند. أي شيء يعجبك يطلع قدامك هو ترند. نشوف الفيديو الثاني. عايدي صلي يا مصيتي، عايدي صلي يا مصيتي، خلي قلد شخصيتي. شباب يريد يوصل يمصيت هاي ويصير مثلها، خلي قلد شخصيته. يشد له هنا يخلي له حمضايه فوق راسه، وذني لازم شلون يعني لازم يشد هاي هيك يشدونها، وشويه من جسمك يطلع. اذا ما طلع من جسمك انت ما راح تصير مشهور وما راح يصعد حسابك. فاذا سويت ذني مبروك عليك الشهرة، ومبروك عليك شلون شو احكي شو اقول، يعني ماكو مخافة من رب العالمين، ماكو شنو انتم ما تخافون من ربكم اللي خلقكم وسواكم اي ادب سزية. طبيت مطعم علوان، قال لي تفضل يا تعبان، اقدم لك باذنجان، تريده محشي تريده طرشي تريده بالدهن. احنا هذا مطعم علوان كبر، وهو كذب، ماكو مطعم اسمه مطعم علوان. هاي اغنية هيك اجت على البال، صفط من يمك وغن، واذا غنيت وجا التصفيط عادل انت شنو انت راح تصير مو مشهور، راح تصير مشهور، مو مشهور فقط بالعراق، لا مشهور عالميا، مثل عصفورة بغداد مشهورة عند ايطاليا، فراح اصير مشهور عالميا. وين مطعم علوان؟ انا اريد امشي لي، اريد اكل بيردق له شو سويت بالناس، يعني لو اكلك زين لو مو زين، وباذنجان ويضرب ركن بالطاوة. ليش احسه جولد شي، احسه لاعب مسدد عليه ركلة اجزاء. شنو قان اللعبان نفس الساعة. عايدي صلي يا مصيتي، عايدي صلي يا مصيتي، خلي قلد شخصيتي. اولا لسانك ما بيشي، وهاي تردين تكسبين الناس هيك بطريقة لسانك. وثاني شي البنية عندها ثقل ومستحى، وزينة البنية حجابها، او مثل ما قال الامام علي او النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم: زينة الشجرة اوراقها، وزينة البنت حجابها. ما اعرف شلون، ما المهم شلون ما تردون تفتهموها. لكن احنا لا عندنا زينة، لا نعرف نستخدم التيك توك
لا نعرف نستخدم الشهرة. إذا تريد تكسب الشهرة روح حين أبوك أمك أخوك، اقتل لك واحد من العائلة يلعب بالنعمة، إذا بروحك بالطين، فطس لك فرغ بالسطل وطلع عادي أنت مشهور. عربي الله اسكت حلو. أنا ما تستطيع والله حس حلو. بلاد والله شنو الياس. هذا ولد أجنبي، هي مو بس هذا الولد، أكو ولد لبناني عراقي أجنبي، الكل صادقة ومو صداقة بس، لا يعني شلون شوفهم. إحنا عندنا بالعامية نقول تسحب أو شي، أو احتمال أكو أشياء ثانية تسويها ما نعرف، لكن أكو لها فيديو شي تقول هي، تقول أنا ودي ألبس الحجاب لكن ما أقدر ألبسه هسه، ما أعرف شلون، وإن شاء الله قبل لا أموت ألبس الحجاب، وإن شاء الله بالشهرة ألبس الحجاب. تتمنى هي تلبس الحجاب بس ما تقدر. إذا لبست الحجاب المشاهدات واللي المتابعين راح يطيحون، فهي لازم شوي شوي إن شاء الله تنزل لكم لما توصل لرقم عالي معين حتى تلبس الحجاب وتقول لكم أستغفر الله وأتوب وتقرأ لكم قرآن من الأخير. هي على حكيها هذا. طبعا لها فيديو نسيت احفظ الفيديو هسه، يقولون انت جاي بس تحكي وهيك وكلام وكذا. لا مو بس احكي. والله سبحانه وتعالى شو يقول الكتاب الكريم؟ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقل للمؤمنات أن يغضن من أبصارهن، والمؤمنين والمؤمنات. المهم أنت كأبنية مو أي شخص قدامك تشوفينه حلو أريده، هذا أريد منه، ما أريد منه هذا حلو صح، شنو تردين منه؟ شنو تردين منه؟ شنو بطانية هي فراش؟ شنو الباس؟ شنو ثوبه تردين منه؟ أهله ما يردونه، ذابينه برا أريد منه حلو. وهي هسه تقول بنات لو بس هي منه شافت شكل الولد احتمال حبلت. الله سبحانه وتعالى يعني يقول حتى بكتاب الكريم يقول وقل للمؤمنات أن يغضن من أبصارهن، والمؤمنين يعني مو أي شخص تشوفينه أحبه هموت عليه، لونه أصفر، الله عنده عضلات، لحية، شارب، وباطة ما بي شعر، وأنا راح أنام بباطة ما بي شعر، راح أنام وياه بباطة، راح أنام ما بي شعر. والله يا أخو والله تجلطون تكتبون واحد كتب، يعني حتى بكلامكم ما تعرفون تحكون. تيك توك شلون صار عندنا العراقيين احنا ما نعرف. أكثر تيك توك منزلين العراق، وأكثر مستخدمين العراق من الأخير كل العراق. الطفل هذا اللي ما نشوفه بعده مميت الحليب وياه هو يستخدم تيك توك ويطلع لايكات. شنو ها زين؟ أطفالكم ربوها وبناتكم كضوها ونسوانكم وخواتكم وعمامكم كضوها، لا تخلون كل شيء يخص كل شخص في الليتر يطب منه يطلع منه، افتهموا شوية. وهذا اللي يقول لك الله سبحانه وتعالى ما راح يغفر لي ذنوبي، ما راح أنا سويت أخطاء كبيرة وذنوب كبيرة، لا. شوف الله سبحانه وتعالى شو يقول بالكتاب الكريم، هاي 1000 مرة أعيدها هاي الآية، وإن شاء الله دائما أعيدها لما تستوعبون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يعني يا عبادي، يعني الله سبحانه وتعالى يقول لكم يا عبادي، يعني لا تيأسوا من رحمتي، لا تيأسون من رحمة الله. الله غفور رحيم ويغفر الذنوب جميعا، يغفر الذنوب جميعا. فإحنا ليش ما نتوب ونرجع لله ونقرأ قرآن ونصلي وقيام الليل، وإذا صرت بحزن أو ضيق صلي لك ركعتين لوجه الله قربة إلى الله. فإحنا هاي الشغلات ما نعرفها، السلبيات أكثر من الإيجابيات. إحنا ناس شعب يحب السلبيات أكثر من الإيجابيات. من الأخير شعب شو يحب؟ السلبيات أكثر من الإيجابيات. لما تقول له شخص تعال هنا أصير هيك صاير شيخ وتطلع محاضرات براسي،
ولك جاي نصحك يا دبسز، ما اريد اصير شيخ براسك، بس انصحك من باب النصيحة والاحترام، ويجوز احتمال الله سبحانه وتعالى وداني لك حتى اقنعك وترجع لهذا الطريق. فانت ليش ما ترجع؟ ليش يظل عقلك زهو تاهي وزاهي؟ ايش بيكم؟ والله سبحانه وتعالى شو يقول بالكتاب الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. يعني لا تكونوا كالذين نسوا الله، يعني اكو ناس الله سبحانه وتعالى يعطيها رزق، يعطيها صحة، عافية، اخوان، اخوات، اب، ام، مطي كل النعم موجودة عنده، وهو ما يشكر الله وما يصلي وما يعرف الله سبحانه وتعالى ويكفر. ومو بس يكفر، عرفنا من الكفر نقول ما يكفر، لكن ما يشكر الله على هاي النعم وما يصلي، وقصته ما ساجدة الى الله سبحانه وتعالى، قمت اتشفص حتى حكايتي ما لحق عليه. فانت شنو من شخص؟ يعني اكو شخص يوميا ينطيك نعم ببلاش، هيك على القال ببلاش يعطيك نعم، ماكو شخص يعطيك هيك. لكن الله سبحانه وتعالى رازق علينا بالنعم وراحم علينا ومطينا كل شيء، مو احنا لا بدل ما نتوب ونرجع عليه نسوي معصية. المعصية احسن. انا ضايج اليوم اسوي اعصي ربي، ضايج هذا ضايج تعصي ربك؟ لك هذا اللي سواك وانطاك جمال وشكل حلو، حتى لو ما شكلك حلو بشرتك لونها يختلف، مو يختلف، احنا كنا لون واحد وجسد واحد وروح واحدة. شكلك اسود لكن قلبك ابيض، لكن روحك حلوة نظيفة. بعض الناس تتمنى هاي الروح، وهواي عندنا ناس متنمرين وكذا، وهواي هواي 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 هواي. والله سبحانه وتعالى شو يقول الكتاب الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. هاي الحياة الدنيا شوفوا لهو ولعب، يعني ما تعرف يا ساعة تموت، ضحك بضحك بطلعة بطبة، وانت ما ساجد لربك يعني سجدة واحدة تسجد لربك وتقول له يا ربي اللهم اني سجدت اليك وتبيت وتوكلت عليك. لا ماكو، هاي شغلات احنا ننساها، هاي شغلات مو انا هسه هذا حكيت الحكي راح يقولوا انت ما تعرف تحكي. جماعة فرقة BTS وعلي بن ابي طالب غير الا اشققكم الشقق. انا ما اريد شخص يتابعني يكون شوفوا هو شو يقول جماعة فرقة BTS، ذول اللي يتابعون فرقة BTS، يقول لك انا احب فرقة BTS واحب جون كوك وما اعرف مش يسمون، بس جون كوك اعرفه، احب جون كوك واحب اغانيه، واني اصلي واصوم. الله ما يريد صلاتك وما يريد صومك. اذا انت تتابع وتشوف اغاني وهيك الله ما يريد هذا الشيء منك. انت تضحك على ربك وتضحك على نفسك، مو تضحك على ربك. ماكو شخص يضحك على ربه استغفر الله ربي، خليتوني احكي حكي ثاني. لا، انت تضحك على نفسك. هسه البعض يقولون وش بيك مرتبك؟ لا مو مرتبك، تعبت بالنفس راح، تعبت قد ما احكي تعبت. وبعض الناس مفتهمين او ماخذين الحديث نص منه. قل يا عبادي لا مو شنو قل يا عبادي، ماخذين نص حديث الله جميل ويحب الجمال. هذا الشيء غلط. اعتقد هنا موجودة عندي، اعطوني مجال. شوفوا كلمة الله جميل ويحب الجمال هو حديث عن الإمام الصادق عليه السلام: البس وتجمل فإن الله يحب الجمال ولكن من حلال. يعني الجمال الطبيعي لما تكون إنسان نظيف وجمالك شكلك طبيعي. الله جميل يحب الجمال، نفخت وغيرت شكلها وطلعت. الله جميل يحب الجمال، شالت خشمها لفوق وسوت العملية. والله جميل يحب الجمال، طلعت نص جسمها. الله جميل يحب الجمال.
نفخة أشياء ثانية. الله جميل يحب الجمال. الولد هم كذلك، الله جميل يحب الجمال. دقوا شو طلع، الله جميل يحب الجمال، راح سوى أشياء ثانية. يعني وين الله؟ مو الله سبحانه. حديث عن الإمام الصادق: البس وأتجمل فإن الله يحب الجمال ولكن من حلال. يعني الجمال الطبيعي، جمال التوبة، الاستغفار، الشخص يكون نظيف داخليا وخارجيا، يكون إنسان لطيف، تعامله ويا الناس حلو باحترام، وأمه أبوه أخوانه، هذا الجمال. مو الله جميل يحب الجمال أنا اليوم أنزع، الله جميل يحب الجمال أنفخ. ما قال لكم الإمام الصادق عليه السلام سووا هيك؟ وهاي الشغلات يحبها إبليس على لسان إبليس بالقرآن الكريم موجودة. راح تطلع لكم الآية: بسم الله الرحمن الرحيم: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. إبليس يريد يغير من أشكالكم، يريد يغير شخصياتكم. هسه ما تشوفون عبدة الشيطان، واللي يروح للمثليين، واللي يروح للشواذ الجنسية يسوي هيك ويعبد كذا ويعبد كذا، وهواي من الفئات عندنا. لكن من تنصحه وتقول له ارجع لربك توب، ما تعرف يا ساعة تموت، واحتمال وانت تمشي بالشارع تموت. من تقول له هيك يقول لك لا انت صاير شيخ ومكتب براسي. انا ما اخذ كلامك. اتمنى كل شخص يشارك هذا الفيديو، ونشوفكم في فيديو ثاني في امان الله. أنا أحبكم لا فيو جميعا.